عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في حلقه جديده من وصفات مطبخ منيا. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا كلاص اللي غيكون بالنكهه ديال الكراميل بطريقه جد سهله وبسيطه، غادي تعجبكم ان شاء الله. غادي نحتاج لهذا الكلاص. عندي هنا ساشي ديال بودره الشونتيي، الساشي اللي كيكون كيوزن 100 غرام كيف ما شفتوا. هذه هي البواطه ديالو كتوزن 100 غرام. غنحتاج منها علبه. عندي كذلك ساشي من الفلون كراميل، ساشي اللي كتوزن 50 غرام. هذه هي العلبه ديالها فلون كراميل. غنحتاج كذلك عندي هنا 2 علب من ياغورت كراميل. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، وعندي الحليب باش غادي نطلع بودره الشونتيي. عندي هنا 400 مليلتر ولا 40 سنتيلتر ديال الحليب يكون بارد. هذا فيما يخص الكريمه. غنحتاجو كذلك القرمشه في الداخل ديال الكلاص. عندي هنا 80 غرام ديال اللوز. غنحتاج معاه كذلك واحد 60 غرام ديال السكر السنيده او السكر حبيبات، والقليل من الماء، تقريبا واحد ملعقه كبيره ديال الماء. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ مقلاة اللي غنوضعها فوق النار، غنوضع فيها السكر حبيبات. النار تكون مهيله بالقليل من الماء، تقريبا واحد الملعقه ديال الماء، ماشي بزاف، ملعقه كبيره حتى كيبان لينا السكر هكا تبلل. من بعد فانا غادا نزيد اللوز اللي عندي بهذا الشكل هذا. في هذه المرحله هذه ما كنخليش السكر حتى كيولي كراميل، فقط كيذوب لي السكر واحد شويه كنضيف عليه اللوز. في واحد المرحله غادي يبان لكم السكر رجع قصاح ونشف. ما تخافوش، هنايا فقط استمر في التحراك فهو غادي يرجع يذوب مره اخرى. كيف ما كتشوفوا معايا هو هنا بدا كيذوب. كيف ما كتشوفوا معايا فالسكر فاش داب تكراميليزا لينا اللوز، كيجي بهذا الشكل هذا. ما نخليوش حتى كيتحرق الكراميل باش ما يجيناش داك الطعم ديال المروره. يكون بهذا الشكل هذا، يكون بني فاتح هكذا. دابا انا غادي نطفي عليه. ومن بعد فانا هنا عندي البابي كويسون، غادي نخوي فيه داك الخليط ديالي، نحاول نفرقه باش ما يتلاصقش على بعضو هكذا. بهذا الشكل هذا. نخلي دابا على جنب حتى كيبرد. ندوزو باش نوجدو نطلعوا لا كريم ديالنا. الاناء فاش غنطلع لا كريم ديالي وضعت الكميه ديال الحليب اللي عندي اللي هي 40 سنتيلتر ولا 400 غرام. نصف لتر ما غاديش نديرو كامل. وزدت عليها ساشي ديال بودره الشونتيي اللي من وزن 100 غرام. وغادي نعمل هاد المكونات ديالي يتخفقوا. هذا ما نخليوهاش كتطلع بزاف، كنحصلوا على كريمه بهذا الشكل. دابا غادا نزيد باقي المكونات اللي عندي اللي هما ساشي ديال فلون كراميل اللي قلت لكم كيوزن 50 غرام. جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف يكونوا مملوئين جيدا بهذا الشكل هذا. تقريبا واحد 23 غرام بحال هكاك. وغنزيد الياغورت كراميل حتى هو. وغادي نكمل الخفق.
من بعد ما كيوجد لينا الكلاص ديالنا بهذا الشكل هذا. داك اللوز اللي وجدنا في الاول هو هذا، فانا هرمشته بهذه الطريقه هذه فقط، ضغطت عليه بهذه الطريقه هذه بالمدلك بهذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على اللوز اللي كيكون مهرمش هكا. كيبقاو عندنا شي طريفات صحاح باش كنبقاو نحسوا بهم في الداخل ديال الكلاص بهذا الشكل، كيجي احسن بلا ما ندوزو في الطحانه. من بعد فانا غادي ندخل هذا اللوز في الداخل ديال الكلاص قبل ما نوضعوه في المول. بهذا الشكل. فانا اختاريت هنا هذا المول هذا اللي غادا نجمد فيه الكلاص ديالي، غلفته بالبلاستيك الغذائي. غادي نوضع فيه الكلاص ديالي. كيف كنقول لكم تقدروا تستعملوا المول اللي عندكم، الشكل اللي متوفر عندكم اللي كتفضلوا، تغلفوا بالبلاستيك الغذائي. الا كان داك الاطار اللي كيتفتح من الجناب حتى هو، ولا مول ديال السيليكون، الشكل اللي بغيتو. غادي نوضع فيه الكلاص بهذه الطريقه. فانا كيف ما شفتوا معايا الوصفه ما فيهاش السكر، فانا ما زدتش السكر، فقط اكتفيت بالحلاوه لان الفلون كيف ما كنعرفوا حلو. فانا الحلاوه جاتني هي هذيك. نتوما ذوقوا، اللي كيبغي الحلاوه بالزايد يقدر يزيد واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده ولا سكر حبيبات. فانا بالنسبه ليا هاد الحلاوه كافيه، ما تحتاجش انني نزيد ليها السكر. نخلطوا واحد شويه باش الا كان شي فراغ يعمر. من بعد غادي نزيد داك اللوز اللي بقى ليا في الاخير بهذا الشكل. انا هنا وضعت اللوز، يمكن لكم تعوضوا باي نوع اخر من المكسرات، تخدموه بنفس الطريقه. انا هنا استعملت اللوز، يمكن لكم تستعملوا القرقاع او لا الجوز او الكاوكاو اللي هو الفول السوداني او الكاجو، لي نوازيل حتى هما. اي نوع كتفضلوا ديال المكسرات متوفر عندكم في البيت تستعملوه، ماشي بالضروره تستعملوا اللوز بهذا الشكل. من بعد فانا قبل ما نوضعه في المجمد فانا نغطي ليه الوجه ديالو بالبلاستيك الغذائي باش ما يشمش لينا دوك الروائح اللي كتكون في المجمد. من بعد فانا غادا ندخلو المجمد تقريبا مده ديال 6 ساعات فما فوق. من الاحسن نخليوه يبات ليله كامله حتى كنتاكدوا انه غيكون جمد مزيان. فانا دابا غادي نوضعو في المجمد ديالي ونتلاقاو من بعد باش نشوفوه في الشكل النهائي ديالو كيفاش كيكون الكلاص ديالي بعد ما كيجمد. هو هذا. فانا خليته 6 ساعات تقريبا في المجمد. نتوما على حسب المجمد ديالكم واش كيجمد بسرعه ولا كيتعطل. فانا دابا غنحاول نحيدو من المول ديالو غير بشويه بهذا الشكل هذا، هو كيتحيد بسهوله. فانا غادا نقلبو، نحاول نقلبو غير بشويه في الصحن اللي غنقدم فيه هكذا. نحاول نحيدو هاد القاعده ديال المول. حنا درنا هاد البلاستيك هذا يساعدنا باش كنحيدوه بسهوله. هنا كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تكتفيو به بهذا الشكل هذا فهو زوين. كيف ما كتشوفوا معايا دوك القطع ديال اللوز كيجوا باينين في الداخل ديال الكلاص. هنا بقى عندي القليل من داك اللوز اللي وجدنا قبيله اللي وضعنا في الداخل ديال الكلاص. احتفظت بالقليل منه باش نزيد هنايا القليل من لاصوص كراميل. فانا هنا كان عندي القليل من الحليب المركز المحلى كراميل، فقط زدت ليه تقريبا معلقه ديال الحليب باش خففته، نفس الطريقه اللي خدمت معكم بها الكلاص الاول اللي كنا خدمناه حتى هو بالكراميل. فانا غادي نزين به السطح ديال الكلاص، غنوضع فقط خطوط. من بعد فانا غنوضع هاد القطع ديال اللوز من الفوق
بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي وجدنا اليوم بعد ما كننتهيو من التزيين ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو كيجي زوين بزاف. كذلك المذاق فعلا هذه الوصفه كتجي لذيذه. انا غادي نبين لكم، غنقطعوا واحد قطعه. والتزيين دائما كيف ما كنقول كيبقى على حسب الذوق. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالو من الداخل. كيجيو هذوك الطريفات ديال اللوز اللي وجدنا قبيله، كيعطي شكل زوين من الداخل. كنتمنى هذه الوصفه تكون عجباتكم. الا عجباتكم كيف ديما بارطاجيوها مع الاصدقاء، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو والاشتراك بالقناه باش توصلوا بالجديد. بصحه والراحه.